في حاجات لو اتعلمنا ازاي نعملها مستحيل نرجع نشتريها من بره تاني، زي اللبنة كده، مش بس عشان انضف لكن كمان اوفر بشكل محدش يتخيله. جبت لبن دسم وعملته زبادي، او ممكن تشتروا الزبادي جاهز على طول من السوبر ماركت. انا عملت حوالي 2.5 كيلو من اللبن، عملتهم زبادي، حطيت عليهم معلقه صغيره من الملح، وبعدين حطيتهم على المصفى بتاعه الجبن تتصفى. بعد 3 ساعات تقريبا كانوا صفوا اغلب الميه اللي فيهم. الميه دي طبعا اسمها شرش، مش بنرميها، بيكون فيها بروتين عالي قوي، فبنستخدمها للعيوش والقرص الفلاحي واي حاجه عايزين تخبزوها. وكده جهزنا اول نوع من اللبنه اللي هي اللبنه الكريمي اللي بنشتريها من السوبر ماركت. ممكن تخلوها ساده بقى وتحطوا عليها اي اضافات تحبوها، وطبعا هحتفظ بيها في التلاجة بفعلة محكمة الغلق. كمية الجبنة هنا 450 جرام، للأسف في الفيديو نسيت أطرح وزن علبة. باقي الكمية حطيت عليها تقل تاني وسبتها تصفي كل ميتها من 12 ل 24 ساعة لحد ما تبقى ناشفة خالص. وطبعا لو الجو حر قوي ما تخليهاش في الحر، خليها في مكان بارد شوية. الكمية دي كانت 419 جرام بالظبط. جبت بقى برطمانات ازاز متعقمه، طبعا حطيت ربعها زيت زيتون وبدات ان انا اكور اللبنه. طعمها بيكون زي طعم اللبنه الكريمي بالظبط، بس دي بتكون انشف شويه وبتكون مده صلاحيتها طبعا اطول كتير. ممكن تخليهم ساده او تلفون في حبه البركه او زعتر او اللي تحبوه. المهم بعد ما اخلص الكميه بغطيها بزيت زيتون واقفل كويس البرطمان. لو برطمان مليان على اخره حطه تحتيه طبق علشان الزيت هيفور، وبس كده.